مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده انا جاي اقول لكم كل طرق ازاي تطوروا بيها اي سلسله وانتوا قاعدين في البيت. اعملوا سبسكرايب وتعالوا بينا نشوف. اول حاجه قبل ما نبتدي نطور اي سلسله او اي حاجه لازم ادوات معينه تبقى معانا. زي ايه؟ زي اول حاجه القصاجين دول، في ناس بيسموهم حاجات تانية غير الاوافيق. تمام. تاني حاجه لازم يبقى معانا زلط زي ده كده، اللي هي دي حاجات دوائر كده مفتوحه صلبه، شرحتها قبل كده في فيديو قبل كده. تمام. دي تاني حاجه. تالت حاجه سلاسل تطويل اللي هم اكستنشن. سلاسل، اي سلاسل، مثلا في ناس بيبقى عندهم سلاسل طويله في البيت ملهاش لازمه. ناس بيستخدموها بسلاسل اكسسوارات، في ناس بيستخدموها بسلاسل فضه، ما فرقتش عامه. هم هتبقى في الظهر في الرقبه ورا، مش هتظهر عامه. فمش لازم تبقى نفس شكل السلسله، وممكن بالصدفه تطلع نفس شكل السلسله. تمام. فهنشوف كل ده دلوقتي. بعد ما جبنا الثلاث ادوات المهمين قوي دول، سلاسل التطويل والمداول والاواسيق، نبتدي نمسك مثلا سلسله سلسله. اول سلسله عايزين نطولها، مثلا عايزين نطول السلسله المسمار دي. تمام. السلسله دي هي طولها تقريبا عامل 60 سم، عايزين نطوله. بنعمل ايه؟ بنفتح القفل عادي خالص. في كذا طريقه لتطويلها. اول حاجه ان احنا ممكن بالسهل جدا، بالسهل مثلا نجيب لنا جزء من الاكستنشن ده اللي شبهها برده، يعني الجزء ده ارفع السنه حاجه بسيطه. عامه ممكن نعمل ايه؟ ان احنا نحط زرده ما بينهم هما الاثنين كده. هنا نحط زرده بينهم. زي ايه؟ نجيب اوسيج، زرده صلبه، ندخل فيها دي، وندخل فيها الجزء التاني اللي هي اسمه كارنيكا. الجزء ده اسمه كارنيكا عامة ده. تمام. ونقفل، نخليهم لازقين في بعض يا جماعة. أهم حاجة يبقوا لازقين في بعض، يلمسوا بعض. تمام. ده بص كده، أنا مخليهم لامسين بعض بالظبط. تمام، بحيث إن هي السلسلة تبقى قوية. تمام. وكده ممكن نقفل في الكارنيكا دي، القفل بالكارنيكا دي. تمام. في هنا حاجة بسيطة هتبقى باينة اللي هي دي، بس مش باينة قوي عامة. في بقى ناس تانية تقول لك لا انا مش عايز دي برضو. احنا بنعمل ايه؟ بنقص الكارنيكا بمقص الجزء ده مثلا، ونمسك المدور نحطه من هنا، يمسك الاثنين دول مع بعض، بينهم مدور واحد. بس انا مش عايز اقص الكارنيكا عشان انا السلسله كده هتبوظ، فعشان كده مش هتبوظ يعني، هتضطر نلحم الكارنيكا من جديد. فانا بوريها لكم كده يعني. طبعا ممكن نحط الزرده دي او نشيل الكارنيكا نقصها بمقص ونحط ايه الشكل ده على الشكل ده على طول، بينهم زرده واحده. تمام. ده لو عايزين نطول السلسله في البيت. السلسله الثانيه ديل الفار. ديل الفار دي برضه نفس الفكره، بنفتحها كده. دي ليها طريقه اظرف شويه. هي دي للاسف ملهاش نفس نوع السلسله بتاعتها، فعشان كده احنا هنضطر مثلا نطورها باي سلسله تانية معينه. تمام. هنفتح برضو القفل بتاعها. دي ليها برضو حلين يا جماعه. دي اول حاجه ممكن نحط زرده هنا ونمسك بيها الاكستنشن هنا، نوصله لغايه هنا، والقفل يقفل في اي واحده من دول. ده حل اولاني. وانا حابب الحل التاني اكتر. الحل التاني ايه هو بقى؟ ان احنا ممكن نفتح الزرده دي بتاعت القفل ده، ونقفل الزرده دي على ايه؟ الاكستنشن ده، والاكستنشن نحط فيه زرده يبقى في يمسك فيها القفل. طبعا انتوا ممكن تكونوا مش فاهمين قوي الكلام ده، هشرح لكم عملي عامه. هنفتحها هي عادي خالص اهي، انا فتحتها عادي خالص. تمام. في لقطه هنا لازم اقولها لكم، ان في احيانا الزرده دي يا جماعه مش بتخش في سلسله التطويل. يعني هي ممكن تخش في السلسله دي مثلا عادي، مفيش مشكله. يعني بص السلسله دي تخينه، ممكن الزرده اهي دخلت عادي خالص. في سلاسل تانية ما ينفعش تخش فيها، اللي هي زي السلاسل دي. بنضطر نعمل ايه؟ نعمل حاجه من الاثنين. اول حاجه اما نشوف لنا، بصوا مش داخله اهي ضيقه قوي، يا اما بنشوف لنا زرده ارفع منها. بص دي مثلا، دي ارفع اهي، دي ارفع من اللي انا ماسكها بالقصاج. اللي ماسكها بالقصاج دي تخينه، دي ارفع شويه، فعشان كده دي ممكن تخش. الحل التاني ممكن نجيب شيفت اللي هو ده يا جماعه. الشيفت ده بنعمل بيه ايه؟ هندخله في الفتحه دي، هندخله في الفتحه دي اهي. نفضل نحرك يمين وشمال بحيث ان الفتحه دي توسع شويه، بتوسع بس توسع حاجه بسيطه يعني، بس برضو بتوسع وهتدي شكل كروي شويه عشان نقدر ندخل فيها ايه؟ الزرده. تمام. فده حل من الاثنين، يا كده يا كده. ممكن الاثنين، ممكن نجيب نوسعها ونجيب برضو زرده ارفع منها. تمام.
هكررها لكم على سلسله ثانيه برضه، بس تخلص ايه السلسله دي للفرق الاول. المهم بعد ما مسكنا الاسواق ده وحطينا مسكنا بيه الزرده، هنجيب مثلا السلسله التخينه دي كويسه للسلسله دي للفوار عشان نطولها. مسكنا ايه سلسله التطوير، السلسله دي اللي طولت السلسله شويه، والجزء اللي هو بتاع السلسله. تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هنقفلها اهي، نقفلها كويس قوي، خليها لازقين في بعض بالظبط عشان مفيش حاجه تخرج اهي. بصوا السلسله كده طولت ازاي، طولت شويه حلوين. كل ده طبعا بيبقى في الورا في الظهر، فعشان كده مش بيبان. تمام. بعد كده عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحط القفل بقى. القفل اهو، شوف له زرده تانيه برضو، الزرده اهي ندخلها في القفل اهي، وفي السلسله. تمام. نقفل بالاسواق التاني، لازقين في بعض، نلزقهم في بعض، مفيش هوا بينهم. تمام. شايفينها قوية ازاي؟ ماسكة. بص كده السلسلة دي طولها بقت قد ايه؟ بقت طولها شوية حلوين. بقت طويلة يعني، لو لفيناها لفتين بصوا اهي. دي كده السلسلة التانية، نفس الفكرة برضو دي سلسلة الأكسدي دي، هنعمل نفس الفكرة فيها. هنعمل ايه برضو؟ يا اما نحط زردة او اكستنشن في النص، يا اما ممكن نحط الاكستنشن هنا الناحية التانية دي بحيث ان هو يقفل الاكستنشن يقفل. تمام. طيب في بقى سلاسل تانية معينة عايز اقولها لكم، اللي هي سلاسل الحريمي او الكليهات عامة، حاجات مدلدلة. في بنات بتبقى محجبة عايزة تطول السلسلة عشان تبان من الطرح. هنعمل ايه؟ احنا عايزين نفتح قفل السلسلة ده، نجيب القصاق برضو زي ما بنعمل اهو، ناحية امسك بايدي وناحية بالقصاق، نعملهم عكس بعض لغاية ما يتفتح اهو. بعد كده اطلع الكرنيكة بتاعتها، بعد كده الجنب فيه كرنيكة وجنب فيه الاكستنشن. تمام. هنعمل ايه؟ هنجيب سلسلة رفيعة عشان السلسله دي رفيعه برضو، فاحنا نشوف لها السلسله الرفيعه مثلا زيها كده مثلا، ممكن تكون ادخن سنه بسيطه منها بس رفيعه. دي هنعمل فيها ايه؟ هندور لنا على زرده رفيعه قوي يا جماعه عشان تخش في السلسله الرفيعه، زي مثلا الزرده دي. الزرده دي رفيعه خالص. تمام. بصوا رفيعه ازاي، هي ممكن ما تبانش قوي هنا بس انا ماسكها بالقصاد اهي، زرده رفيعه خالص. تمام. هنمسك من جنب اهو، هنحاول ندخل الزرده الرفيعه، هتخش بس تخش بالعافيه شويه اهي، دخلت. بعد كده هندخل الكرنيكه، الكرنيكه دي في الزرده برضو، الزرده رفيعه. تمام. بعد كده نقفل عليهم كويس جدا يا جماعه عشان الزرده دي ايه رفيعه خالص، قفلناها جامد قوي. بصوا كده السلسله عامله ازاي، السلسله بقت عباره عن سلسله اهي، سلسله هنا طولت. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنمسك القفل اللي احنا كنا ماسكينه اللي هو القفل السوست ده، نجيب قصاق نمسكه من جنب اهو، ندخل فيه السلسلة دي اهي طرفها، ممكن ندخله بايدي عادي خالص مش لازم قصاق، بس احنا لما نقفله هنقفله بقصاق. يعني انا اهو دخلته بايدي عادي خالص. نقفل بقى بقصاق كويس قوي عشان ما يفتحش. بصوا ظهر ازاي. طيب ماشي، عايزين كده نبص ايه اللي حصل كده او ايه اللي تم كده. السلسلة بقت جنب، بقى فيه اللي هو الاكستنشن اللي كان موجود، وجنب تاني في السلسله اللي هي طولت بيها اكستنشن تاني، وده بقى اخره قفل عشان القفل ده هو اللي هيقفل في الاكستنشن ده. فهمتوا قصدي؟ والسلسله كده طولت شويه حلوين. تمام. في هنا جزء بسيط كده باين بس هو مش ظاهر قوي، كل ده هيبقى ورا في الظهر فعشان كده مش هيبان من الكوليه او السلسله. تمام. ده في السلاسل الحريمي الرفيعه خالص. نفس الكلام برضو في السلسله الحريمي دي بتبقى اسهل كمان شويه عشان دي بتبقى القفل بتاعها ماسك في زرده واسعه اهي، فهتبقى نفس الطريقه برضو هنفتحها ونحط اكستنشن عشان بس ما اطولش معايا عليكم على الفيديو. فهو ده برضو فكرتها هتبقى سهله جدا وكل حاجه. ويا رب كده اكون قلت لكم كل انواع التطويل للسلاسل عامه، وازاي تطول اي سلسله في البيت وانت قاعد في البيت. اهم حاجه بس الحاجات المهمه تبقى عندك اواسيق زي دي، وعندك سلاسل
للتطويل زي دي كده. تالت حاجه يبقى في زراد. الزراد ده اسمه زراد صلب، مش لازم السلسله تبقى فاضيه، ممكن تستهلك اكسسوارات مفيش مشكله، بس الاواسيط مهمه جدا. الزراد ده برضه ممكن زراد اكسسوارات مفيش مشكله، بس لازم يبقى صلب يا جماعه عشان يبقى ناشف، عشان ما يفتحش بسهوله مع اول شده. انا جربت اي سلسله بعملها لازم اعملها كده عشان تبان انها قويه مش بتتفتح. تمام، نفس الكلام ده في السلاسل الرجالي اهي، السلاسل كلها قويه عامه تستحمل. يا رب اكون افدتكم. لو اي حد عنده سؤال يكتبه في كومنت، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك لو الفيديو عجبكم، وشكرا.